السلام عليكم. معكم هشام. اليوم ان شاء الله غندير واحد الطاجين بالفرخ، اللي هو هذا الفرخ اللي هو اصلا هو قرش، ولكن فيه فصائل، فيه القارص، فيه الموش، فيه الخدم. كما شفتوا راه صيبت وقطعته الراسي. وانا من النوع اللي زي نتقدى الحوت بوحدي ونقيه الراسي كيف ما كان النوع ديال الحوت. كما كتشوفوا الفرخ او فيه طروفه كبار ديال الطاجين وطروفه صغار ديال القليان، وزائد اللي بغى يدير قطبان كندير طريفات صغيره للقطبان. والحمد لله الطاجين المغربي راه متنوع، لان تقدر طيب فرخ بوحدو، تقدر طيبو مع خضيرات، تقدر طيبو يعني. الطاجين المغربي تبارك الله معروف، كطيب على الاشكال وانواع. حنا اليوم ان شاء الله غندير الطويجين، غنفرشو لي خيزو على ود باش ما يتحرقش لنا فرخ، لان كنطيبو بلا ما كما كتشوفوا. وكنديروا طرافي كبار ديال الفرخ، طرافي كبار ديال الفرخ. وكما قلت الطاجين المغربي الحمد لله راه اشكال وانواع. هنا الاخوان الاخوات قلت لكم كنفرش لي خيزو، وكنحاول ما امكن كنطيبو على واحد النار هي قليله بزاف. انا كندير الخيزو باش ما يتحرقش لي الفرخ، لان اصلا ما كنديرش ليه الماء. كنديرو فلفله اللي مقطعه ادواور، زائد العطريه، تحميره وشويه الكمون شويه الابزار وخرقوم معرق او خرقوم بلدي. هنايا قزبر معدنوس، ثومه مطحونه، زائد ان شاء الله مطيشه. وهذا الطاجين كيطيب في الماء اللي كتلقوا مطيشه. الحمد لله الطبخ المغربي تبارك الله معروف عالميا بالجوده بالتنوع ديالو. هنا كنديروا زيت بلديه، واللي ما عندوش راه كيدير زيت روميه عادي بحال بحال. وغنحاولوا نضيفوا واحد فلفله حاره، ضروري من المغاربه الفلفله حاره. ايوا، اكله شهيه. الى فيديو قادم ان شاء الله.